عفاف اللي عندها 45 سنة، ودي قصتي أنا وفريد ابن أختي الغالية. فريد ده عنده 22 سنة وأنا بعتبره ابني اللي ربيته، وحكايتي كمان مع جوزي عزت وهو عنده 47 سنة. اسمعوا القصة دي كويس علشان محدش يظلم فريد ويقوله ان انت يعني ازاي تعمل كده مع خالتك. انا اللي عارفة الحقيقة وعارفة قد ايه فريد ده غلبان قوي، يتيم اب وام، وعلشان كده لقبوه فريد. ما ينفعش نحكم عليه بالكلام ده، لازم تعرفوا ايه اللي وصلني انا وهو لجنان اوضة النوم، وازاي جوزي عزت كان بيتفرج علينا وكان بيشجعنا. القصة دي لازم تسمعوها من اولها لاخرها علشان تفهموا السر اللي بينا وتعرفوا مين اللي كان محتاج للتاني اكتر. وياريت لو اول مرة تدخل ياريت تشترك وتنورنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان القصة دي توصلك كاملة، ولو انت من عيلتنا ما تنساش اللايك علشان القصة دي تطلع وتوصل لكل الناس. يلا بينا نبتدي القصة النهاردة ونشوف ايه اللي حصل بين الخالة وابن اختها تحت عيون جوزها. انا عفاف عندي 45 سنة، متجوزة عزت بقالي 20 سنة. جوزي عنده ورشة ميكانيكا. مشكلتي الكبيرة اللي بتموتني من جوايا هي ان عزت ضعيف في العلاقة، ضعيف لأقصى درجة تتخيلوها. 10 سنين وانا مستحملاه، اخره معايا دقيقتين بالظبط ومفيش اي علاج بيجيب معاه نتيجة. كنت دايما اقوله يا عزت انا ست وليا احتياجاتي، اخرك معايا دقيقتين، حرام عليك طلقني علشان اروح اتجوز واحد راجل يعني يطفي ناري. وهو يرد عليا ببرود ويقول لي يا عفاف عيب، الولد يسمع اصبري بس فترة وهتعدي. الولد ده اللي هو فريد ابن اختي اللي ماتت وسابته لوحده. شريف ده انا بعتبره ابني بالظبط، بس طبعا هو راجل دلوقتي عنده 22 سنة وجسمه يجنن وطوله 190 سنتي. بعد ما اختي ماتت فضلت اتحايل على فريد يجي يقعد معايا، بس هو كان رافض لحد لما انا تعبت شوية قلت له تعالى اقعد معايا علشان اونسك. اول لما فريد دخل بيتي الموضوع اختلف. انا عارفة ان جمالي وجسمي يعني مليان ومظبوط، صدر كبير زي ما بيقولوا، او مش بعمل حساب لحد في لبس في بيتي، يا دوبك قميص نوم خفيف كده ومفيش حاجة تحته. ده كله كان ممكن يعمل مصيبة مع شاب لسه صغير زي فريد، بس أنا كان في دماغي حاجة تانية خالص. أنا كنت بعامله كراجل. في يوم كنت بطلب منه يجيب لي طبق كده عالي من المطبقية وهو ورايا بيجيب لي الطبق، حسيت بحاجة بتتحرك ورايا. ده كان المفتاح بتاع عربيته زي ما كنا يعني بنسميه. اتفاجئت بس عملت نفسي يعني مش حاسة، وكنت بتلكك علشان أطول المدة وهو ورايا. وقلت له اوعى بقى أنا هجيبه، ولما بصيت عليه لقيت المفتاح بتاعه كبير قوي وطالع بطريقة فظيعة. وشي احمر، بس ده ما كانش كسوف، ده كانت شرارة بدأت تولع في قلبي. في ليلة من الليالي كنت قاعدة بكلم عزت في أوضة النوم، وكنت زهقانة منه بعاتبه على ضعفه وإن مفيش فايدة من العلاج. قلت له بعصبية انت مش راجل طلقني. وهو قال لي طيب بصي، وجات له فكرة ساعتها جنونية ان فريد شاب يعني قوي ولسه في عز شبابه، هو عارف ان فريد بيبصلي. اليوم اللي بعده رحت لفريد علشان اتكلم معاه وافضفض له عن مشكلتي مع عزت. قلت له ان جوزي بقاله 10 سنين مش عارف يعمل معايا حاجة. فريد قال لي يا خالتي ده انا حريف، انا اقدر على الحريم لو هتجوز 2 في ليلة واحدة. انا ضحكت وقلت له المفتاح بتاعك يقدر ولا صغير زي مفتاح جوز خالتك؟ هو ارتبك كده قال لي يا خالتي انا زي ابويا كان مفتاحه كبير قوي وانا مفتاحي زي مفتاح ابويا، بس انا كنت بتكلم في صميم المشكلة. بعد كلام كتير وضحك وهزار قال لي انا عايزه احل المشكلة. في اليوم التاني فريد كان قاعد بالشورت بس كانت في الأوضة بتاعته والمفتاح بتاعه كان بارز كده جدا. أنا وقفت قدام بابه بصيت على المفتاح ده وقلت له ليه مفاتيحك كده؟ المفتاح ده كبير قوي وجوز خالتك يعني ما عندوش كده. أنا واحدة ضعيفة وأنا شفت مفتاحه كده سخنت قوي وحسيت كده إني اتبليت مية وما بقيتش عارفة أتلم على نفسي، وبدأت ألعب في الكونتاك. لما حاولت أبعد وأرجع لوعي لقيت فريد بيقول لي يا خالتي أنا عارف إنك عايزة ومحتاجة وتعبان وأنا هريحك في كل حاجة. أنا اتصدمت، ضربته بالقلم علشان أدير ارتباكي كده، بس بعدها رجعت ندمت. قعدت أعيط ومسكت إيده اوعى تسيبني وتمشي،
أنا بعتبرك جوزي، تعرف تعمل معايا اللي جوزي مش عارف يعمله، بس يكون سر ما بيننا يا حبيبي. أنا بحبك ومحتاجالك، محتاجالك كل ما بشوفك وأشوف مفتاحك ده ببقى عايزاك يعني تركب العربية وتدخل المفتاح في الكونتاك. قلت له تعرف تسخن العربية، تعرف تدور العربية. هو فهم الإشارة وفهم إن العربية ديت هي جسمي اللي بقاله سنين واقف محتاج سواق، وإن المفتاح بتاعه هو الحل. أنا كنت عارفة إن مفيش رجوع وما كنتش عايزة أرجع. فريد كان قدامي والمفتاح بتاعه كان قايم وكان بيلمع. قلت له أنا سايحة ومش قادرة أقف، يلا يا فريد أنا معاك بس بالراحة، الكونتاك مش حمل الحجم ده كله. هو مردش، قرب مني ومسكني بقوة وبدأ يبصني بوسات مجنونة كده على رقبتي وشفايفي. بدأ يسخن العربية زي ما اتفقنا. قرب مني ومسكني وشدني ناحيته وقال لي سيبيني سيبيني أنسيكي اللي انت فيه، سيبيني أنسيكي جوزك. قلت له ما تقوليش يا خالتي، قولي يا حبيبتي، قولي يا عفاف. وبدأ يقول لي كلام حب. دخلنا أوضة النوم. فريد طلع المفتاح من جيبه وبدأ يحط المفتاح في الكونتاكت، وأنا كنت بصرخ صرخة مكتومة من الإحساس اللي عمري ما حسيته. بدأ يدي الأولاني وكل ما بيتحرك حركة كانت بتخليني أصرخ أكتر، وبدأ يقول لي كلام حب كده وغرام وسط الجنون ده كله. وأنا بقيت أرد عليه وأقول له تاني يا حبيبي، تاني يا روحي. احنا في عز المشهد وفي عز ما فريد كان بيديني التاني، فجأة الباب اتفتح. راحت عيني كده على عزت اللي دخل علينا. أنا جمدت في مكاني، كنت متوقعة إن هي قتل، طلاق، فضيحة. لكن عزت بصلنا كده ودخل. هو قال لنا زي ما انتم، أنا هجيب الكرسي وهتفرج عليكم، بس لو ما طلعتش راجل يلا معاها أنا هقتلك. الكلمة دي بحد ذاتها خلتنا انفجرنا. أنا اللي كنت في حالة يعني توتر وخوف اتحولت لأنثى مجنونة وحيدة. بدأ يزيد السرعة شوي. ساعتها قلت لجوزي وهو قاعد بيتفرج، شفت الرجالة؟ شفت اللي انت مش قادر تعمل أي حاجة؟ 15 دقيقة متواصلة اللي أنا حسيت بيهم. عزت كان مستمتع جدا وبيشجع فريد، أيوة كده يا فريد، دوس بنزين، اكسر عينيها، خليها تعرف ان في رجالة بتسوق صح. المنظر كان جنان، راجل بيشجع شاب صغير على مراته والسرير بيهتز. كل ما فريد كان بيزود السرعة أنا كنت بصرخ، وعزت جوزي يقول له يلا كمان اديها تاني. استمر فريد في سواقة العربية لحد لما قلت له كفاية كفاية، ولا أقولك دوس علشان الزيت يتغير وعلشان الزيت بتاع العربية يتغير. وفجأة لقيت كمية زيت نازلة من العربية رهيبة رهيبة جدا، والزيت بتاع السواق لسه ما جاش. الزيت بتاع السواق لسه، ولكن زيت العربية اللي جه. قلت له يا مجرم يا مجرم، انت مش ناوي تجيب الزيت بتاعك ولا ايه؟ علشان يعني خاطر ندي